انا مش هتفرق معايا مركز رابع من مركز تالت. انا بس عايزه اقول حاجه، حسب الله ونعم الوكيل فيك يا محمد يا شريف، وحسب الله ونعم الوكيل في كل لاعب اثر في حق النادي الاهلي. يا جماعه ايه بجد ده؟ ايه الاداء ده يا جدعان؟ احنا كنا اقسم بالله ما بنلعبش كوره. احنا بعد ما جبنا الهدف التاني احنا كنا ماشيين صح وكنا ماشيين كويس. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لكم بجد يا جماعه؟ انا لسه ما اتعافتش من 4 بتاعت ريال مدريد، اروح كمان اخسر 4 من فلامينجو وكمان اخد المركز الرابع. اقسم بالله احنا ما كناش رحنا لعبنا في البطوله دي، هي مش مكتوبه لنا ومش بتاعتنا اساسا. الجمهور قاعد يتبطل يقولك احنا هناخد برونزيه تاني، ادينا ولا خدنا برونزيه وخدنا مركز رابع وهنرجع بلدنا هنروح نلعب في افريقيا. ويا عالم بقى اللعيبه هتعمل ايه في افريقيا، ولا هنرجع ولا هنخش في دوامه تانيه واللعيبه هتقدم اسوأ ما لديها. ايه يا جماعه النادي؟ ايه يا جماعه ده بجد والله احنا بادئين اساسا الماتش بتشكيل استغفر الله العظيم يا رب، ما ناخدش اساسا مركز ثالث، احنا ناخد بعضنا كده بالطياره وعلى بلدنا بكرامتنا. اصلا احنا ما كناش رحنا البطوله دي يا جماعه اقسم بالله. والحكم اقسم بالله انا مش فاهمه مالك انت هبت منك والله بجد، هبت منك. يعني انا مش فاهمه انت في ايه، يعني حرق الدم غير طبيعيه يا جماعه، وكولر بادئ عك وقرف ومحمد شريف. يا جماعه احنا كنا في ايدينا ان احنا نكسب اقسم بالله. اللعيبه انا ما اعرفش حصل لها ايه، انا لسه ما اتعافتش من ماتش ريال مدريد اروح اخسر كمان 4. حرام عليكم والله العظيم يا كابتن محمود يا خطيب، احنا قلنا لك بدل المره 100 مره النادي محتاج احتياجات، طلعتوا قلتوا النادي الاهلي مش محتاج احتياجات ومش محتاجين مهاجم، ومحمد شريف رجع وكهربا رجع. حسب الله ونعم الوكيل فيكم، وحسب الله ونعم الوكيل في كل واحد اثر في حق النادي الاهلي.